السلام عليكم، أنا ياسين. والنهاردة فكرة الفيديو جامدة جدا وكل الناس بتدير في مخها السؤال ده. تخيل معايا كده إنك قاعد على قهوة أو في البيت وفجأة تيجي في بالك فكرة بسيطة جدا، ممكن تكون أداة تساعد الطلبة أو لعبة صغيرة للأطفال أو حتى برنامج يسهل على الشركات شغلها. الفكرة دي ممكن تبقى حاجة عادية لو سبتها، لكن لو طورتها ممكن تتحول لمشروع ضخم ومصدر دخل ثابت، بل وتفتح لك أبواب شغل من كل حتة في العالم. النهارده هقولك خطوة بخطوة ازاي تاخد الفكرة من دماغك وتحولها لواقع وتخليها مشروع برمجي ناجح يكسبك فلوس فعلية. ويلا بينا نبرمجها صح. أول خطوة معانا النهاردة هي تصفية الفكرة وفهم المشكلة. الفكرة الناجحة هي اللي بتحل مشكلة حقيقية أو بتوفر وقت أو مجهود أو بتضيف متعة. ابحث عن حاجة بتضايقك أو بتضايق ناس حواليك أو حاجة بتشوفها ناقصة. تعال أقولك مثال، زي تطبيق بيذكر الناس بمواعيد أدوية كبار السن، أو موقع بيجمع أسعار السلع من أكتر من محل. زود البحث بتاعك إنك تدخل جروبات فيسبوك، تشوف التعليقات على مشاكل أو حتى تسأل صحابك. الخطوة التانية معانا النهاردة هي دراسة السوق والمنافسين. قبل ما تبدأ برمجة لازم تعرف مين موجود في السوق، تشوف مين عامل فكرة شبهك، ايه نقاط القوة والضعف عندهم. لو لقيت حد عامل زيك مش مشكلة، فكرة مش الملكية، التنفيذ هو اللي بيفرق. تعال أقولك مثال، زي فيسبوك ما كانش أول موقع تواصل لكن كان الأفضل في السرعة والواجهة. الخطوة الثالثة معانا النهاردة هي تحديد المميزات الأساسية. ما تقعش في فخ إنك تعمل كل حاجة مرة واحدة، اعمل نسخة بسيطة في أهم 3 أو 4 مميزات. تعال أقولك مثال، لو بتعمل تطبيق توصيل أو نسخة تكب فيها تسجيل حساب، تحديد موقع، اختيار منتج، والدفع كمان. لما تبدأ تكسب أو يجيلك مستخدمين زود المميزات. الخطوة الرابعة معانا النهاردة هي اختيار التقنية المناسبة. مش كل فكرة بتحتاج أحدث وأصعب تكنولوجيا، زي مواقع بسيطة تحتاج HTML و CSS و جافا سكريبت. ممكن تستخدم رياكت أو فيو ولو عايز ديناميكية. وممكن تعمل كمان تطبيقات وخلفية في الباك إند بنود جي اس أو بايثون، وتعمل ألعاب بيونيتي أو جودوت. الخطوة الخامسة معانا النهاردة هي البدء في التنفيذ. ابدأ صغير حتى لو بورتفوليو على ورقة، ارسم الواجهة وحدد الخطوات وجرب أدوات تصميم علشان تشوف الفكرة قدامك. بعدها ابدأ برمجة النسخة التجريبية. الخطوة السادسة معانا النهاردة وهي الاختبار والتطوير. جرب المشروع مع صحابك أو ناس في نفس الفئة المستهدفة، اسمع النقد كويس وسجل الملاحظات، طور على حسب تعليقات المستخدمين. الخطوة السابعة معانا النهاردة هي الإطلاق والتسويق. المشروع اللي محدش عارفه كأنه مش موجود، اعمل صفحة على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، صور فيديوهات قصيرة تشرح الفكرة، اعرض المشروع على جروبات مهتمة بنفس المجال. الخطوة الثامنة هي الربح. طرق الربح كتيرة جدا. أول حاجة عندنا هي من إعلانات داخل التطبيق، تاني حاجة هي اشتراكات شهرية، تالت حاجة بيع النسخة المدفوعة، رابع حاجة تقديم خدمات إضافية للشركات. تعال أقولك مثال حقيقي هيلهمك. مبرمج مصري عمل تطبيق لتنظيم مصروف البيت، دلوقتي عنده آلاف المشتركين. شاب هندي عمل لعبة بسيطة على الهاتف وباعها لشركة مقابل مبلغ كبير. تعال أقولك نصيحة أخيرة، النجاح في المشاريع البرمجية مش في الفكرة نفسها، النجاح في التنفيذ والتحسين المستمر والتسويق الصح. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تبخلش عليها باللايك الجميل والكومنت.